بسم الله. طبعا الأستاذ عادل الطاهر الكيكلي، كلفت مؤخرا كرئيس الاتحاد الليبي للجمباز بعد انتخابات دورية صارت. اليوم إن شاء الله اجتماع المكتب التنفيذي لمناقشة بعض الأمور، ومن أهمها دعوة الجمعية العمومية اللي المفروض تقام إن شاء الله في خلال 3 أسابيع من اليوم. وإن شاء الله حيكون في كثير من النشاطات وعودة لحياة الجمباز كما كانت من قبل وأفضل، وإن شاء الله ربي يوفقنا في هذا إن شاء الله. ونحن الآن على تواصل مع الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي في ظلنا في بعض البطولات اللي ستقام إن شاء الله قريب. قاعدين أهله في بعض الرياضيين، وعندنا بعض الدورات لمدربين وبعض من الحكام، كذلك في أنشطة خصوصا الأنشطة المدرسية. احنا موقعين اتفاقية مع بعض اتفاقية قديمة، يعني نحاول تفعيلها مع المدارس، وهنقوم بمسابقة في لعبة الجمباز ما بين المدارس، ويكون في لنا فيها دور حتى ان احنا نختارهم بعض المواهب اللي موجودة في المدارس، ان احنا نزيدوا نصقلوهم ونضموهم للاتحاد الليبي للجمباز.